السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. دي الفراخ الامهات مناسبه قوي للعزومات، تقدروا تعملوها في العزومات. هتلاقوها ارخص من ان انتوا تعملوا فراخ، يعني ويموا كده الاسعار فهتلاقوها هي فارقه معاكم. دي 3 كيلو ونص، بعد ما اتذبحت بقت عملت 2980 جرام عشان انا عندي ميزان. عملتها في الفرن، ولا سلقتها ولا حمرتها ولا حاجه، عملتها في الفرن جميله جدا. بص اللحم بتاعها، عملنا شويه حركات كده بقى وشويه ورق عنب كده كنا عاملينه تحتها، هي كانت في عزومه عندي بصراحه. وحطيناها بسم الله ونبتدي المقادير. اولا محلول النقع يا جماعة، يعني لو اتقال فيه أشعار مش هيديله حقه. محلول النقع ده عبارة عن 3 لتر ونص من المية، وكوباية إلا ربع من السكر، ونص كوباية من الملح، ويتدوبوا مع بعض. ده هيشيل معاكم كمية لحد 5 كيلو من الوزن بتاع الطيور بقى، حمام، أرانب، عكاوي، لحمة الراس، فراخ أمهات زي ما أنا عاملة كده، كوارع. يا جماعة رهيب جدا جدا جدا. بندفي بس الأول كده نص لتر من المية علشان ياخد هو زي ما بنقول يدوب لنا السكر والملح الأول، وبعد كده ننزل بالفراخ بتاعتنا. طبعا أنا عاملاها فراخ، فطبعا زي ما انتم عايزين على حسب اللي هتحطوه. دي فراخ امهات فهي كبيره، انا صراحه ربنا ما بستخدمهوش في الفراخ العاديه، ما بتبقاش محتاجه. انما الفراخ الامهات الحاجات الكبيره، الحاجات اللي ممكن يبقى فيها سنه زفاره، ممكن تتعبني او تعمل لي حاجه، لا، بستخدم لها دايما محلول النقع ده. طبعا هو مش مغطي الفراخ، فانا هسيبه كده اهو، وابقى انقله من كل شويه كده حبه فوق وحبه تحت عشان يبقى المحلول كله دخل لتحت الجلد ودخل لي في اللحم. المحلول ده هيفرق معاكم في ايه؟ هيخلي طعم اللحمه جميله، حاجه زي مسكره كده، دايب، وكمان بيوفر معاكم وقت في التسويه. متخيلين؟ ركزوا في لون الميه كويس قوي، عشان انا هوريكم دلوقتي لما هي باتت ليله بقى شكل الميه عامل ازاي. ايه رايكم؟ شايفين كل ده نزل؟ على فكرة لما هتيجوا بقى تسلقوا الحاجة مش هتلاقوا ريم، نادرا نادرا لما هتلاقوا ريم، مش هتلاقوا زفارة. انا كان عندي مشكلة ان البط لما بيبات تاني يوم بيبقى ليه طعم كده ونكهة، مش عارفة ليه. بس لما جربت محلول النقع يا جماعة فرق فعلا، ان لما البط بيبات لا عادي كأني لسه عاملاه، والشوربة بتاعته زي الفل. المهم خلصناها وحطيناها في محلول النقع ده، وتاني يوم حضرنا بقى التتبيلة بتاعتنا. دي حوالي نص كوباية من مية البصل، عليها معلقة مليانة هرم كده محترمة من الصلصة بتاعة البرطمانات، عليها معلقة كبيرة من الملح. وخلي بالكم ما يبقاش الملح مليان، عشان احنا كنا مبيتين الفراخ في ملح، فخلي بالكم جدا، ولسه هنبيتها كمان في التتبيلة. عليها ربع كوباية ميكس ما بين الخل والليمون، الميكس ده رهيب في التتبيلة. وعليها حوالي نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الزعتر. بس اهو، شايفين؟ انا بقى تبلتها كلها من فوق لتحت كده، وبرضه طبعا كل شويه في الميه بتاعتها عملت فتحات. بصوا اللحمه دي بايته على فكره ليله في التلاجة، ده بعد ما باتت. يعني انا تبلته وشلته، ويعني حته التصوير قلت ملهاش لازمه يعني اختصارا للوقت. وكل شويه كنت بقعد اقلبها كده علشان تاخد التتبيله. شايفين عامله ازاي؟ زي الفل. هنروح ماسكينها بقى بورق زبده وفويل، او في كيس حراري زي ما انتم عايزين، ده متاح وده متاح. انا عندي هنا اهو يعني عندي جزء كده ما بيفضلش الكيس الحراري، يعني وجهة النظر عندهم ان هو يعني الكيس الحراري بيدي طعم كده هما مش بيحبوه. فوجهة نظر دخلتها الفرن على درجة حرارة 250 نص ساعة، وشغلت عليها تحت بس، حطيتها على اول رف، وبعد كده شغلتها على 200 وسبتها حوالي ساعة ونص. على فكرة هي اقل من ساعة ونص كانت يعني مستوية، لكن انا سبتها عشان انا عايزاها تبقى مهرية خالص. محلول النقع بيوفر في وقت التسوية كتير يا جماعة. بصوا دايبة ازاي، شكلها عامل ازاي. طبعا بعد الساعتين انا رحت فاتحه الفويل ده وقصاه بالمقص، وسايباها تشتغل في الشوايه. لو احنا هنشتغل بالكيس الحراري والفرن عندنا كهرباء، فهنشغل فوق وتحت من اول ما هنبتدي. لو احنا هنحط في الكيس الحراري الفرن عندكم بلت ان برضو غاز، برضو هنشغل فوق وتحت. لكن فرن عادي بتاع الغاز بتاعنا بتاع البوتاجازات العاديه شغلوا تحت بس، وبعد كده لو احتاجت تبقوا شغلوها. هتعجبكم قوي، وبالهنا والشفا.